وبالحديث عن تطور الوضع الوبائي، كشفت وزارة الصحة الرواندية عن رصد 4 حالات مؤكدة للإصابة بجدري القردة، في وقت أعلنت فيه وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي أن مجموع الإصابات المحتملة أو المؤكدة لحدود الساعة بإفريقيا تجاوز 18700. نتابع المزيد من التفاصيل في تقرير حمزة أيت مسعود. وسط تزايد المخاوف منه في ربوع العالم، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بجدري القردة بالمغرب منذ شهور، إضافة إلى تتبعها عن كثب تطور الوضع الوبائي على الصعيد الدولي. في إفريقيا، وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي أعلنت عن تسجيل إجمالي 18737 إصابة محتملة منذ مطلع هذه السنة. لقد تم إعلان حالة